أنا اسمي ياسين، مُرمِّم آثار بقى لي أكتر من 20 سنة، باحب دايمًا أدوّر على أسرار الملوك والمقابر الملكية، وطبعًا أكتر خرافة كنت باسمعها من أصحابي لعنة الفراعنة، بس آخر مقبرة رُحتها اللي حصل فيها كان أكبر من أي خرافات سمعتها في حياتي. كل حاجة بدأت في قرية صغيرة جنب وادي الملوك، لمّا جالي تليفون من زميلي خالد اللي شغال مع بعثة أمريكية، قال لي وهو متوتر: ياسين لازم تيجي، لقينا حاجة بس مش عارفين نفهمها، شكلها مش من عالمنا. رحت له في نفس اليوم. المكان كان في منطقة محدش بيقرب منها من سنين، جنب جبل بيطلقوا عليه اسم عين حتحور نسبة لإله الجمال عند الفراعنة. لما دخلت المقبرة معاهم لقيت في آخر المقبرة تمثال لست فرعونية، عينيها كانت متشالة بس محطوط مكانهم حجرين لونهم أخضر. بس الغريب في الموضوع إن الحجرين كانوا بيلمعوا جامد، مع إن المقبرة ما فيهاش إضاءة تعكس الضوء. وقتها أنا قلت لخالد وأنا متأمل في التمثال: العيون دي مش زمرد، ده حجر تاني غريب. لقيته بيرد عليا بيقول لي في 2 من العمال لمسوها، بس أول ما لمسوها واحد أغمى عليه والتاني جاله ضيق تنفس. أنا لما قال لي كده الصراحة ضحكت، بس بعد لحظة واحد من العمال كان بيصور المقبرة فيديو، لقيناه بيقول بصوت عالي: يا باشمهندس عينها بتتحرك. ساعتها أنا وخالد ضحكنا، بس الغريب إن هو كان مُصِر إن عينيها بتتحرك، ورانا الفيديو بس الغريب إن فعلًا عينيها كانت بتتحرك. وساعتها حصل أول حاجة غريبة، لقينا كل الكشافات فجأة اتطفت لوحدها، والجو بقى حر جدًا، أكن المقبرة ولعت نار. حاولنا نولع كشافات التليفون، وأول ما ولعناه لقيت جنبي جملة مكتوبة بالفرعوني معناها بالعربي: من لمس عيوني يراني في نومه إلى الأبد. بعدها لقينا كل العمال جروا، وخالد وقع مغمى عليه، وأنا كنت الوحيد اللي لسه باصص لعينيها. كنت حاسس إن في حاجة مثبتاني وبتشدني لعينيها، ومن ساعتها كل ما أغمض عيني بشوفها واقفة بنفس لبسها وبنفس عينيها اللي بتنور أخضر. ولما رجعت القاهرة بعد رحلة المقبرة دي كنت لسه فاكر كل حاجة حصلت بالتفصيل، نفس الرسومات اللي على المقبرة، نفس شكلها، نفس عينيها. رجعت لشقتي في مصر الجديدة كانت الساعة حوالي 4 الفجر، لبسي كان كله تراب ودماغي بتوجعني جامد من الصداع. دخلت الحمام غيرت وغسلت وشي، ولما بصيت في المراية حسيت إني شايف انعكاس ورايا، ما كانش واضح أوي بس كان شبه الست اللي لقيتها في المقبرة. الوش مش باين ولا الملامح، بس في نقطتين خضر بيلمعوا زي النار. غمضت عيني وفتحتها بس ما لقيتش حد. وقتها أنا قلت لنفسي ده أكيد تعب وإرهاق من السفر، بس الحقيقة إن أول حاجة اتغيرت فيا كانت في النوم. من أول ليلة بدأت أشوفها كنت بحلم بنفس المقبرة، بس المرة دي كنت ببقى فيها لوحدي. التمثال ما كانش في مكانه، كانت هي واقفة مكانه، وشها ملفوف بالكتان بس عينيها مكشوفة، نفس اللون الأخضر، وبتقولي بصوت هادي جدا: رجع لي عيوني يا ياسين. وبعديها أصحى مفزوع وقلبي بيدق جامد، وكل لما أنام بشوف نفس الحلم وبسمع نفس الجملة. وبعد حوالي 3 أيام لقيت خالد بيكلمني، صوته كان مرعوب قوي، بيقولي: ياسين حصلت مصيبة، واحد من العمال اللي كان معانا في المقبرة مات. وسكت بعديها لحظة وقال لي: لقوه ميت وعينه الاتنين مش موجودة. أنا وقتها وهو بيقول لي الكلام ده أنا طبعا كنت مرعوب، بس حاولت أكون عاقل وقلت له: يا خالد أكيد دي صدفة، يمكن اتعرض لصدمة حرارية فهي اللي حرقت عينه. رد عليا وقتها بصوت واطي جدا: يا ياسين دي مراته قالت إنها سمعته كل يوم بيتكلم في الأوضة لوحده بيقول: رجعيلي عيني، أكنه بيكلم حد. أنا طول المكالمة كنت باحاول أبرر له وأنا مش مقتنع إن اللي حصل ده طبيعي أكيد مش من المقبرة. واليوم اللي بعده كنت قاعد في الصالة والكهرباء قطعت فجأة، الشقة كلها بقت ضلمة كحل، وفجأة سمعت صوت نفس هادي جاي من ناحية الصالة. ولعت كشاف الموبايل وقمت أروح الصالة أشوف في إيه، وأول ما نور الكشاف راح على المراية شفتها بوضوح المرة دي، ما كانش انعكاس زي أول مرة شفتها. كانت واقفة ورايا، كانت لابسة تاج من الدهب، والعينين خضر وبيلمعوا جامد كأنهم حجر مشع. ولقيتها بتقرب مني بالراحة، وبعدين لقيتها بتقولي: انت خدت عيوني يا ياسين رجعها لي. وفجأة لقيت النور رجع وكل حاجة اختفت. بعد اللي حصل لي ده بدأت أحس إن أنا مش طبيعي، كل ما أنام أشوفها، كل ما أصحى أحس إنها قريبة مني. يعني حتى وأنا صاحي كنت بشوف لمعة خضرة في أي حتة عيني بتروح عليها.
بقيت حاسس إن أنا مريض نفسي. وفي يوم قررت أروح لدكتور نفسي اسمه دكتور منير، راجل محترم جدا وشاطر، كنت أعرفه من أيام الجامعة. قعدت قدامه وحكيت له كل حاجة، من أول المقبرة لحد الحلم الأخير، وهو قاعد ساكت بيسمعني لحد الآخر. وبعديها قال لي بكل هدوء: بص يا ياسين، اللي انت فيه ده ممكن يكون صدمة نفسية بعد تجربة قوية حصلت لك، بس عشان نطمن أنا هبعتك تعمل أشعة على الدماغ والعين. مش عارف ليه أول ما قال كلمة عين حسيت إن قلبي اتقبض، زي ما يكون الكلمة دي بقت محرمة عليا. خلصت مع الدكتور ورحت أعمل الأشعة، كل حاجة كانت ماشية تمام، لحد ما الفني قال لي: استنى لحظة يا أستاذ، في حاجة غريبة في الصورة. دخلت أشوف الشاشة معاه، لقيت صورة الأشعة العادية، بس في عيني كان في شكل صغير جدا، زي ما يكون في عين تانية جوايا. قلت له وقتها يمكن جليتش أو انعكاس، بس لما عمل لي الأشعة تاني طلعت تاني في نفس المكان. أخدت الأشعة وطلعت بعديها على طول للدكتور منير، لقيته بيبص للأشعة فترة طويلة جدا وبعدين قال لي: يا ياسين، الصورة دي لازم تتراجع في معمل تاني، لأن اللي باين هنا مش طبيعة بشرية. قلت له: مش فاهم يا دكتور. قال لي: البؤبؤ بتاعك مش ثابت زي أي بني آدم، بيتحرك زي ما يكون في حاجة بتبص من جواه. أنا ساعتها كنت خايف جدا، قلت له وأنا صوتي بيرتعش: يا دكتور ممكن يكون مجرد تشوه. لقيته بيرد عليا: لو كان تشوه كان هيفضل ثابت، بس في صورتين الأشعة دول اللي جوه عينك بيبص في اتجاهين مختلفين. خرجت من عند الدكتور منير وأنا مش حاسس بنفسي، الهوا بره كان بارد بس أنا كنت عرقان. وصلت بيتي وطفيت كل الأنوار ووقفت قدام المراية، وبدأت أبص جوه عيني كويس. في الأول كان عيني شكلها طبيعي، لكن لما ركزت أكتر شفت نفس الست اللي في المقبرة جوه عيني، كانت بتضحك جوه عيني. ومن بعد اللحظة دي بطلت أبص في المراية تاني نهائي. وبعد يومين من موضوع الإشاعة كنت قاعد في الصالة ومولع الأباجورة وبدخن سجاير كتير جدا، وما بقتش أنام، كل بقى في عيني أشوفها بتقرب ناحيتي. لحد ما في يوم خالد جالي، وشه كان مرهق جدا وعينه كانت حمرا كأنه ما نامش بقاله أسبوع. قعد قدامي وقال لي بصوت واطي: ياسين، هي لسه بتجيلك؟ وقتها أنا سكت، معرفتش أرد أقول له إيه. لقيته بيكمل كلامه وبيقول لي: أنا بشوفها يا ياسين، كل ليلة في نفس الساعة بتقف ورايا في المراية وبتقول لي جملة واحدة، بتقول لي رجعني عيوني. أنا من جوايا كنت عايز أقوله إن ده نفس اللي بيحصل لي، بس حاولت أهدي الموضوع وقلت له: يمكن توتر يا خالد، أو يمكن حصل لك حالة نفسية. بس لقيته فجأة بيوريني فيديو على تليفونه صوره امبارح. الفيديو كان مضلم بس باين إن فيه انعكاس في المراية. الخلفية اللي وراه كان فيها نفس الست، كانت واقفة ثابتة ما بتتحركش، بس كانت بتبص ناحيته. وفجأة لقيت عينيها اتحركت ناحيتي وأنا بتفرج على الفيديو، أكنها شايفاني وأنا بتفرج على الفيديو ده دلوقتي. أنا من رعبي رميت التليفون على الأرض وفجأة لقيت النور قطع في الشقة عندي. مسكت التليفون تاني اللي رميته عشان أنور الكشاف، بس لقيت الفيديو اللي في الشاشة كان مختلف، ما كانش فيه مراية وما كانش فيه خالد، كان فيه أنا. كنت قاعد في نفس الوضع اللي أنا قاعد عليه دلوقتي، وهي ورايا في الخلفية. أنا لقيت نفسي بقوم مفزوع وببص ورايا بس ما لقيتهاش، بس سمعت صوت خفيف قوي بيقول لي: رجع لي عيوني يا ياسين قبل ما اخد عينك. لقيت خالد مسك دماغه بسرعة وبيقول لي: شفت، هي مش تهيؤات، هي فعلا موجودة معانا اهي، سمعت صوتها. وفي اللحظة دي لقينا الباب بيخبط، ولما قمت افتح الباب ما لقيتش حد، بس لقيت نقشة على الباب من بره، نفس النقاشات اللي كانت منقوشة على المقبرة، وفي نصها عين. الليلة دي كنت أول مرة أحس إن اللعنة خرجت من المقبرة وبقت معايا. وفي اليوم اللي بعده لقيت نهى بتخبط عليا. نهى دي اللي كانت بتدرس معايا في البعثة، واللي دايما بتضحك لما بتسمع كلمة لعنة الفراعنة. كانت مؤمنة بالعلم، بس كل مرة لما كنا بنحكي لها عن حاجات غريبة حصلت لنا في المقابر كانت بتضحك وبتقول: اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. لكن المرة دي لما دخلت عليا ما كانتش نفس نهى اللي أنا أعرفها، وشها كان مرعوب وإيديها كانت متلجة لما سلمت عليها. قعدت قدامي وقالت لي بصوت مبحوح: ياسين، أنا شفتها. ولقيتها بتكمل وبتقولي: كنت لوحدي في البيت، النور قطع فجأة وسمعت صوت خطوات في الصالة،
خطوات بطيئة كأن حد بيجر رجله وهو ماشي، وفجأة لقيت نفسي قدام المراية وشايفاها ورايا، ولقيت نهى مسكت دماغها وبتعيط وبتقولي إنها قربت منها جامد وقالت لها جملة واحدة، قالت لها عيوني عند ياسين وأنا هاخد عيونه تمن عيني. قلت لها وأنا صوتي بيترعش انت متأكدة؟ لقيتها بتقولي أنا مش بس بشوفها أنا صورتها كمان. ادتني تليفونها اتفرج، وأول ما شغلت الفيديو حسيت بحرارة غريبة طالعة من تليفونها. الصورة كانت ضلمة جدا، بس كان باين فيها ايد ست ممدودة من الضلمة، وورا ايديها كان وشها وعينيها كانت بتنور ناحية الكاميرا. بس الغريب ان في نهاية الفيديو ظهرت انا، كنت نايم على السرير وعلى وشي نفس الايد اللي شفتها في الفيديو. وفجأة لقيت نهى بتصرخ وبتجري ناحية الباب، بس لقينا باب الشقة بيتربس لوحده، ولقينا فجأة صوت جاي من جوه الشقة كلها بيقول اللي لمس التمثال عليه دين ولازم يسده. وفجأة لقينا الحيطة اللي ورا نهى بتتشقق لوحدها، ومن الشق طلع دخان، ولقينا الدخان بيتجمع على شكل وشها، بس المرة دي كانت عيونها دهب مش نفس الحجر الأخضر اللي بنشوفه كل مرة. ولقيت الدخان بيدخل جوه جسم نهى، وفجأة لقيت نهى بتصرخ صرخة جامدة، وأول ما صرخت النور اتطفى، وبعد حوالي ثانية النور رجع تاني لوحده. وأول ما النور رجع ما لقيتش نهى، ولا لقيت الدخان، ولا لقيت الشقوق اللي على الحيطة، كل حاجة رجعت طبيعية. بس لقيت على الأرض كلمة مكتوبة بالفرعوني معناها العين التانية في المقبرة مستنياك يا ياسين. بعد اللي حصل لنهى عرفت إن مفيش مفر غير إن أروح المقبرة وأشوف العين التانية اللي مستنياني. في نفس اليوم أخدت العربية ورحت المقبرة، وأول ما وصلت لباب المقبرة لقيته مفتوح، كأن حد كان عارف إن أنا جاي ومستنيني جوه. أول ما دخلت المقبرة ما كانتش زي أول مرة شفتها فيها، النقوش اللي كانت على الحيطان بقت باهتة جدا، وتحس إن في حد ماشي جنبك طول ما أنت ماشي في المقبرة. دخلت الأوضة الكبيرة بتاعة المقبرة، في نص القاعة كان في التمثال اللي بدأ كل حاجة، نفس التمثال وعيونها لسه بتنور زي ما هي، بس المرة دي النور كان أخضر تحسه نار مش نور. مديت إيدي ناحية التمثال ولمسته، أول ما لمسته كل حاجة اتغيرت. لقيت نفسي رحت مكان تاني، واقف في ساحة كبيرة كأنها ساحة قصر، جدرانه كلها من الذهب وتماثيل ضخمة كتيرة حواليا، وفي آخر القاعة في كرسي عرش وهي قاعدة عليه، نفس الوش ونفس العيون الخضرة، بس المرة دي كانت حقيقية، جسمها تحسه منور كله، وصوتها لما اتكلمت كأنه بيهز المكان كله. لقيتها بتقولي أخيرا رجعت يا ياسين، أو يمكن أقول تحوتي. قلت لها مين تحوتي؟ لقيتها بتضحك وبتقولي ده الكاهن اللي سرق عيوني علشان يحتفظ بسر الخلود، ودفني وأنا لسه شايفاه، ومن وقتها كل اللي لمس عيني بيكمل اللعنة مكانه. ولقيتها قايمة من الكرسي بتاعها وجاية ناحيتي، وأول ما قربت مني قالت لي دلوقتي هترجع اللي انت خدته. لقيتها رفعت ايديها لفوق، والنور الأخضر خرج من عينيها وضرب وشي، حسيت بحرارة غريبة في عيني اليمين كأنها بتولع. وقتها أنا صرخت وحاولت أجري بس الأرض كانت مسكاني. ولقيتها بتقولي العين دي مش ليك، دي بتاعتي لوحدي. وفجأة لقيت كل حاجة حواليا ضلمة، وصوتها بيختفي تدريجيا لحد ما فضلت كلمة واحدة بتتكرر في دماغي: الدين اتسدد. بعديها صحيت لقيت نفسي في المستشفى، الدكتور بيبصلي وبيقولي ياسين انت كويس؟ الحمد لله عينك الشمال سليمة، بس عينك اليمين معرفناش نلحقها، شكلها اتحرقت كلها، بس احنا مش فاهمين اتحرقت ازاي. انا قمت بسرعة وبصيت في المراية اللي قدامي، عين الشمال كانت سليمة فعلا واليمين مش موجودة، بس لما ركزت في عين الشمال كنت شايف لمعة دهب بسيطة جوه بؤبؤ عيني. وفجأة لقيت صوت جوه دماغي بيقولي لسه في عين واحدة ناقصة هناخدها. ومن ساعتها كل يومين تلاتة أسمع إن حد مات من العمال اللي كانوا بيشتغلوا في المقبرة، لحد ما العمال وكل البعثة ماتوا واحد ورا التاني، وما تبقاش غيري أنا، وأنا لحد دلوقتي مش عارف هيجي عليا الدور إمتى. كل اللي ماتوا أهاليهم كانوا بيقولوا إنهم كل ما كانوا بيبصوا في المراية كانوا بيقولوا إن هم شايفين عيون بتنور في الضلمة. فنصيحة مني، اللي يقولك إنه شايف عيون بتنور في الضلمة قوله ما يبصش كويس، علشان يمكن تكون هي اللي بتبصله.